رمسيس الثاني، فرعون المجد والخلود. في زمن تغلف بالصمت المقدس وعلى ضفاف نهر النيل، ولد أمير قدر له أن يدون اسمه بأحرف من صخر ونار. كان اسمه رمسيس الثاني، ذاك الذي سيعرف لاحقا ملك الملوك وسيد الزمان. اعتلى العرش في مقتبل العمر، لكنه حمل على كتفيه إرثا ثقيلا، إرث مصر التي لا تنحني. ما إن استقرت قدماه على عرش الذهب، حتى بدأ في رسم ملامح عصر جديد، عصر تكل بالأعمدة الشاهقة والمسلات اللامعة والتماثيل التي يتناطح السماء. جعل من المعابد قصورا للآلهة، ومن الطرقات ممرات تحكي مجده. معبد أبو سمبل كان صرخة في وجه النسيان، محفورا في الصخر ليواجه الشمس ويؤرخ للخلود. لكن المجد لا يهد، بل ينتزع. فعندما تحركت جيوش الحيثيين غربا، خرج رمسيس بسيفه وخيله ليواجههم في معركة قادش، تلك التي كانت أول معركة مسجلة في التاريخ. هناك تحت لهب الشمس انقسم الجيش وخدع الحلفاء، فوجد الملك نفسه وحيدا محاطا بالأعداء، ورغم الخطر لم يتراجع. صاح بجنوده، اقتحم صفوف، وأجبر التاريخ على أن ينحني أمام شجاعته.